انت عارفة لما تحولي المطبخ لمطعم بقى وتبتكري فيه وتعملي وصفة المطاعم المشهورة في مطبخ خيري وتطلعيها وجبات؟ تعرفي كده الوجبة ده هتفرح قد ايه؟ تعالي تعالي اما اقولك النهاردة هنعمل كام وجبة وهنعمل الوجبات بأنهي طريقة ان شاء الله تعجبكم جدا. بس الاول كده بسلم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ما ننساش بقى نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك. وتعالي بقى الاول هنجيب بقى الفرخة بالشكل ده وتعالي نقطعها. انا هبدأ ان انا اقسمها نصين، والقطعة بقى اللي هي في النص دي انا مش محتاجاها، اللي هي بين الوركين. فهبدأ بقى ان انا كده اسلك الدنيا كده واخد الوركين بس من غير العظمة اللي في النص دي. وهقسم الورك قطعتين. ممكن كمان اقسم الورك 3 قطع لو الفرخة انا شايفاها كبيرة قدامي. على طول هقسم الورك 3 قطع، الدبوس لوحده والحتة اللي هي بتاعت الفخدة دي هقسمها 2. بالنسبة للكتف بقى انا شلت الرقبة خالص مش محتاجاها، واخدت الجناح مع قطعة من الصدر. وباقي الصدر هقسمه قطعتين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اي عظمه بقى زياده تقدري تشيليها، علشان خاطر الوجبه اللي معانا او الفراخ اللي معانا تكون مستويه حلوه قوي. انا قطعت ما شاء الله كان معانا تسع فرخات. قطعتهم بالشكل ده كده. وجهزنا ليهم محلول نقع حلو جدا. طبق كبير واسع حطيت فيه عصير ليمون وورق لورا وكام عود من القرفة وكام فص كده من الحبهان فتحناهم وحطيناهم. شوية فلفل اسود، شوية سكر، شوية دقيق. وقلبناهم في بعضهم وسيبنا الفراخ نقعت لحد ما الزفارة طارت منها، وكمان غسلناها وصفيناها من المية. تعالي بقى ما نجهز التتبيلة. معايا مية بصل وطماطم، فرمنا بصل وطماطم في الخلاط وصفيناهم، وهاخد عليهم بقى شوية فلفل اسود وشوية كركم وشوية بهارات فراخ على توم باودر وبصل باودر. وهتستخدمي لكل كيلو من الفراخ معلقة صغيرة من كل اللي انا قلتلك عليه ده، الا الفلفل الاسود هتحطي ربع بس معلقة. كمان حطيت زعتر، وكمان هحط عصير ليمون. تمام، ركزي معايا انا قلتلك يعني باختصار كده المكونات لكل كيلو علشان لو هتعملي فرخة واحدة بس. هحط بقى الملح. وكل كيلو من الفراخ هياخد معاكي معلقة ملح صغيرة. هقلب بقى التتبيلة الجميلة دي مع بعضها كويس جدا. بصوا بقى تتبيلة سهلة وبسيطة ومفيش اسهل منها. الفراخ يا جماعة ما شاء الله زي ما انتم شايفين نضيفة وزي الفل، صفت حلوة قوي ميتها. علشان خاطر برضه ما يكونش فيها ريحة اي زفارة. وهمسك بقى الفراخ قطعة قطعة بالشكل ده، اغمسها في التتبيلة يعني، علشان خاطر برضه اتأكد ان كل قطعة من الفراخ وصلها بقى شوية تتبيلة. هتبل كل الكمية بنفس الطريقة. وما شاء الله يا جماعة مش عايزة اقول لكم ان الفراخ كانت طعمة طعام مفيش بعد كده. خلاص بقى قلبناها في التتبيله كويس بالشكل ده كده. والحلو بقى والاحلى انك تسيبي الفراخ تتبل كويس جدا. بصراحه بقى احنا لما بنكون في المطبخ وحاطين اكل على النار وفي اكل هيتجهز لتاني يوم، فراخ عايزه تتبل بنتبلها، كفته عايزه تتبل بنتبلها، حاجه عايزه تتغسل وتتنقع بنجهزها. فبصراحه دي من الحاجات الحلوه قوي. الفراخ بقى سبناها في التتبيله وحطيناها في التلاجة وده تاني يوم. حطيت بقى على ما شاء الله كمية الفراخ اللي معانا دول 6 بيضات. انت هتحطي على الفرخة مثلا لو جايبة فرخة 2 كيلو هتحطي عليها بيضة واحدة بس. احنا جبنا 6 بيضات. وهبدأ ان انا اقلب البيض بالشكل ده كده على الفراخ. وكمان معايا شوية دقيق. برضو لو كيلو لو فرخة 2 كيلو هتحطي عليها بس بتاع 4 معالق كبار من الدقيق. انا ليه حطيت البيض دلوقتي وحطيت الدقيق؟ علشان خاطر لما اجي اقليها بقى عايزه من الاخر عايزه اكون عجينه فوق قطعه الفراخ. تمام. فالعجينه دي هتتكون من الدقيق والبيض. البيض هيخلي العجينه دي هشه كده وهشه في بقك كده، مش مجمده ومش جامده ومجلده يعني. لا بصراحه البيض مهم جدا هنا، تقدري تعمليها من غيره بس بيفرق. قلبت بقى البيض مع الدقيق مع كل الفراخ بايديا. معلش بص انا فصلت الكاميرا علشان خاطر بس انا رفعت الكم وبقيت اجيب من تحت كده لحد لما الفراخ اتغلفت كويس بالبيض والدقيق. نركن بس الفراخ شويه على ما نعمل الرز. بصوا بقى حطيت زيت، وحطيت ورق لورا طبعا بعد ما الزيت سخن، وحطيت عود قرفة، وحطيت برضو حبهان وكبابة صيني وفلفل اسود، وحطيت معلقة كبيرة من بهارات الكبسة ونص معلقة صغيرة من الكركم في كل حلة. حط طبعا سمنة على زيت. تمام. احنا ما شاء الله عاملين 9 كيلو ونص من الرز. هنقسمهم على حلتين.
ما احنا لما بنعمل الوجبة بنحط كمية رز كويسة وكمية مكرونة كويسة علشان خاطر الوجبة تكون مشبعة. لان الناس دول بيكون رأي يعني مش بيكون رايح لهم غير ان الوجبة دي بس. اول ما شوحت بقى التوابل شوية كده مع بعضها والسمنة والزيت، هظبط المية، او احط شوية مية واسيبهم يغلوا. احط بس الملح، نظبط الملح قبل ما نضيف الرز. واحنا بصراحة طبعا انتوا عارفين الرز البسمتي سعره غالي، وبصراحة يعني الرز اللي عندنا جاي لنا مساهمات يا جماعة. كل اللي احنا بنستخدمه في المطبخ جاي لنا مساهمات. تمام، فاحنا جاي لنا مساهمات رز بلدي، نقول له لا والله كتر خيرهم وربنا يتقبل منهم يا رب، وبألف هنا وشفا ولله هياكله، وربنا يجعله دايما في ميزان حسنات اي حد بيساهم في المطبخ او اي حد بيعمل اطعام يعني. هنا بقى ظبطت المية للرز، المية دي سخنة علشان خاطر بس الرز يغلي على طول. نظبط بقى الملح كده زي ما اتفقنا. مش اول مره اعمل معاكم رز، بس انا بحب اعمل معاكم الوجبه من اولها لاخرها، علشان ما تحتاريش بقى تقولي هعمل ايه جنب الفراخ ولا ايه الرز ده هقدمه مع ايه. بص كله كده مع بعضه. هنسيب بقى الرز على نار عاليه لحد لما يتشرب الميه وهقلبه. بصوا بقى ريحه الرز تحفه. نقلب بقى ونهدي عليه شويه. بصوا بقى الرز ده حيرنا، بس لما بيجي لنا رز يا جماعه احنا مش بنكون عارفين نوعه كويس، فبيحيرنا شويه في الطبيخ يعني اللي هو واحده واحده لما بنفهم له يعني. خلاص هنا بقى هنسيب بقى الحلتين ما شاء الله اللهم بارك كده لحد لما يستووا. بصوا بقى الجمال، الرز استوى وبقى تحفه. احنا بنعمل ايه بقى؟ حله زي كده استوت بروح شايلاها عندنا بقى زي دفايه كده، بنغطي بها الحله وبنكلفتها علشان خاطر لما نيجي نغرف الاكل يفضل سخن معانا. على قد ما بنقدر بنحاول ان الاكل يوصل سخن لاصحابه يعني. تعالوا بقى نتبل الفراخ او نغلف الفراخ. معايا طبق زي كده انا ضفت فيه كيلو من النشا، عليه تقريبا كده 3 كيلو من الدقيق. ما تتخضيش، ما انا عامله كميه كبيره فلازم 3 كيلو من الدقيق. هتبل الدقيق برشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كركم. ممكن كمان تضيفي رشه توم باودر وبصل باودر. قلبيهم بقى مع بعضهم بالشكل ده كويس جدا. ودلوقتي بقى على طول هناخد قطع الفراخ. بصوا بقى قطع الفراخ هاخدها على طول من التتبيله بالعجينه اللي احنا عملناها عليها دي. خطوه مختصره يعني. وهبدا ان انا بصوا بنفس الطريقه دي اقلب كده الفراخ بايديا وبصوابعي كده في خلطه الدقيق والنشا دي، وهمسك قطعه قطعه واضغط عليها شويه وارجع احطها تاني في الدقيق واقلب. سهله جدا وبسيطه بالشكل ده كده. بصوا بقى هتلاقوا قطعة الفراخ مسك عليها غلاف كده او كفر ما شاء الله، اداكي تعريجات كده او تموجات اللي هي بقى بتاعت القرمشة. بصوا الفراخ دي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كمية كبيرة، ما ينفعش ان انا اعمل الكمية كلها واركنها جنبي تعرق شوية، لا. انا بعمل الكمية على قد على قد القلية يعني. هنا بقى حطينا حاجة واسعة علشان خاطر نقلي فيها، وحطينا كمية زيت كويسة. على طول بقى بنفض الفراخ من خليط الدقيق وبننزل فيها بننزل بيها في الزيت بالشكل ده. اول ما بتحط الفراخ في الزيت، الزيت بيكون سخن جدا على فكرة. بتحط الفراخ وتسيبها بس كده ايه 3 4 دقايق لحد ما الكفر بتاعها او الغلاف بتاعها يشد ويمسك عليها. وبعد كده بتهدي النار شويه علشان خاطر الفراخ تستوي. زي ما انتم شايفين الفراخ احنا ما سلقناهاش ولا اديناها صدمه ولا الكلام ده كله خالص، احنا اشتغلنا فيها على طول. فبص بقى خدت وقت تسويه قد ايه، كل رصه بتاخد معانا من 15 ل 18 دقيقه. بعد كده بقى ما شاء الله الفراخ كلها اتحمرت بالشكل ده. غرفنا الوجبة ما شاء الله رز وسلطة ومخلل وقطعة او قطعتين الفراخ مش قطعة كمان. في اطباق حطينا فيها قطعتين فراخ، وفي اطباق حطينا فيها 3 قطع، يعني الطبق اللي بنحس ان القطعتين صغيرين شوية بنحط قطعة كمان علشان خاطر اللي ياكل الوجبة بألف هنا تكون مشبعة. دي كانت حلقتنا معاكم، اتمنى ان انا اكون فدتكم. مع السلامة.